السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتذكر إني شفت انترفيو الفنانة بليك لايفلي زمان أول ما خلفت أول مرة خالص، سألوها بقى أخبار التجربة للزوزة وعاملين إيه والبيبي وكده. قالت له ده أنا جيك النهار كنت بغير البيبي أنا وراين جوزي وكانت زروطة، إحنا ما بقيناش عارفين نلمها إزاي. الحمد لله ربنا وفقنا ولمينا الجريمة في قلب الدايبر، ولقيته باصص للدايبر وبيقول لي إحنا لازم نخلص منها بسرعة. قلت له تمام باسكت اهي. قال لي مش الدايبر البيبي. طبعا وي كان اول ريليت، يعني الواحد احيانا كتير بيقف مع نفسه واقفه كده، هو انا ايه اللي عمل في سموي كده؟ ده انا كنت هانم، انا كنت بمسح الشوكه بالليمونه في المطاعم عشان بقرف، دلوقتي باكل السريلاك من ورا عيل بيتفتف، وكل كام يوم يجرجروني على المدرسه احلف لهم 100 امين ان احنا بيت محترم. صدقوش طبعا بعد شافوه، بس مستحملين وراضيين وعلى قلبنا زي العسل. ليه؟ عشان عيالنا، والشهادة لله هم كمان مستحملين، يعني بنقصر معاهم أحيانا وبنطلع غلبنا فيهم ونتعصب عليهم بلا داعي وماشيين نعك وربك بيفك، وهم شايفين وفاهمين وصابرين وساكتين. ليه؟ عشان احنا أهاليهم، في علاقة دم، في رصيد، في مساحة كده إنه نكارك مع بعض ونراضي في بعض وتيجي عليا واجي عليك وتبهوأ ونلمها. إنما الوضع في الستاب فاميليز في حتة تانية يا راجل، ده انت والظروف كلها معاك، التربية جهاد، ما بالك بقى والظروف كلها ضدك، مفيش صلة دم، مفيش رصيد يصبر حد على حد، انما في ايه بقى؟ في حساسيات، في مقارنات، في مقاومة، في احكام مسبقة، في ليلة كبيرة. طبعا الستاب فاميلي دي اللي هو بعد الموف اون من الجوازة الاولانية، متعشمين في عوض ربنا وداخلين على جوازة تانية، فمعانا بقى عيلة مشكل كده من كل رجل قبيلة، اللي هو عيلتين بيندمجوا يعني. في اسر بيكون شكلها اكثر تعقيدا، يعني لسه سامعه عن اسره اتكونت من واحد واخو خطيبته الصغير. ليه؟ لان خطيبته واسرتها كلها وهو واسرته كلها ارتقوا شهداء، فما تبقاش غيره هو والولد الصغير اخو خطيبته، فخدوا وعايش يربيه. فخلينا واحنا بنتكلم عن العائلات اللي بتندمج ما ننساش ندعي للعائلات اللي اتيتمت والعائلات اللي اتشتتت، ربنا يلم شملهم ويجبرهم ويعوضهم ويرزقنا عمل ننصرهم بيه، ولا يحفظ ماء وجهنا. طيب فلو انت لسه داخل على الخطوه بتاعت دمج العيلتين دي ومفكر انه سهله ومش مستاهله وعادي هنبقى بيج هابي فاميلي في مينت، بوزيتيف ديسيبلين اي تو زي بيقول لك هتقع من اعلى سقف الاكسبكتيشنز على جدور رقبتك وانت راجل معدي ال 30 اصلا، فالعظمه ما كبرتش، احنا ما كبرناش، بس هي مش زي الاول، كليم مش زي الاول. فنعقل الكلمه، ده الواحد بيقعد مع نفسه 5 دقايق بيمسك في خناقها، ما بالك بقى عيلتين بطباع مختلفه واحتياجات مختلفه ومتعودين على طريقه حياه وطريقه تربيه مختلفه، مطلوب انهم مش يقعدوا مع بعض شويه، ده يعيشوا مع بعض. الموضوع مش سهل، يعني محتاج وقت وصبر وشغل، هاشتاج بديهيات. انا مش قصدي اخوفك، هنبقى بيج هابي فاميلي يوما ما، بس ندي الموضوع وقته، يعني على الهادي كده، ونشوف بوزيتيف ديسيبلين اي تو زي بيقول ايه. خلينا نبتدي بما يتعلق بالاكس. زي ما قلنا في الحلقه بتاعت الطلاق، مش من مصلحه حد خالص اننا نتكلم وحش على بعض قدامهم، ولا اننا نستدرج الولاد ونخليهم يختاروا ما بيننا. اسهل بكتير للولاد ان هم يحبوا تو سيتس اوف بيرنتس، اللي هو الاب ومراته والام وجوزها، من انهم يختاروا منهم اللي يحبوه. فنسهل عليهم ونسلك كده ونصفي النية عشان هم كمان يسهلوا علينا. ده طبعا لو الوضع يسمح. يعني الزيارات بقى، لسبب ما بعد الزيارات احيانا تلاقيهم بيعملوا لقطه كده، يعني يقعدوا يومين عند مامتهم يرجعوا معوجين، يقعدوا يومين عند باباهم يرجعوا بيتستوا الليميتس من اول وجديد. فممكن نديهم شويه وقت كده، اللي هو ايه، تحضيري تمهيدي، ترانزيشن ما بين لما يجوا من الزياره وقبل ما يرجعوا البيت. ممكن ناخدهم مثلا على خروجه الاول، او نخليهم يخرجوا مع اصحابهم، ممكن نسيبهم لوحدهم في حالهم في اوضتهم، مفيش داعي نقعد نقررهم بقى وحصل معاكوا ايه وعملوا معاكوا ايه وكلت ولا ما اكلوكش وجعان ولا شعبان ورجب ولا رمضان واللقطه دي، مفيش داعي. اوكي، سيبوهم في حالهم. بس كمان خلينا يعني موجودين في المحيط، عشان لو هم محتاجين يتكلموا في حاجه وعايزين يقولوا، نبقى متاحين ليهم اننا نسمع. بالنسبه بقى لشريك الحياه الجديد او الجديده اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيل، هتفضل قاعد بقى في نص هدومك من تصرفاتهم معاها ولا من تصرفاتهم في المطلق، وتقعد تحلق وتحجز لا يضايقوها ولا لا تجادج دم وتقول لولادك ما تربوش. كنتش اتجوزت من الاول. لازم يبقى عندك ثقه في الست اللي انت اتجوزتها، ويبقى عندك ثقه في الراجل اللي انت اتجوزتيه ان هو هيتفهم وانه هيعرف يهندل من غير حساسيات وريلاكس. تاني حاجة، اتفاق ان كل واحد يحلق على غنماته، وانت تأدب وتربي عيالك وانا أدب واربي عيالي، ده كلام ما يأكلش عيش، ده فصل عنصري يعمل انقسامات في قلب البيت وما يجيبش هارموني بربع جنيه. طبعا احنا لو بنستخدم non punitive discipline approach
اللي هو اساليب تهذيب غير عقابيه، الدنيا هتمشي معانا زي السكينه في الحلاوه. الاساليب التهذيبيه الغير عقابيه، وبالمناسبه دي ترجمتي انا فيستحسن تدوروا ورايا، دي الاساليب اللي بدل ما تعتمد على العقاب بتعتمد على العواقب الطبيعيه والمنطقيه والاتفاقات وكده. يعني كل واحد بيتحمل نتيجه افعاله وبيصلح اخطائه وبيلتزم باتفاقاته، والكانتين اللي ما حدش فيكم عايز يقرب له ده. ساعتها محدش بيبقى قلقان على اولاده من الاهانه او من الاذى من الطرف التاني، وبيبقى الطرفين بيساهموا في تربيه الولاد كلهم بلطف وبحزم، وكل الولاد بيحظوا بالحب والاحترام من الطرفين. وين وين سيتويشن. المشاعر بقى، هنتعامل مع مشاعرهم ازاي؟ وارد جدا نلاقي مشاعر حزن، مشاعر ألم، غضب، خصومة. هنعمل ايه؟ هنكبتها طبعا. ادفن يا باشا في اعمق المعاميق وارد مع الحوار ده خالص. اللي يكلمك صدر له بقى انا مش عايز وجع دماغ وما فيش كلام في الموضوع ده، وخليكم متعاونين، وقله ادب هيكون في عقاب عنيف. وحاولي تسفهي من مشاعره، يعني صغريها، اللي هو ايه، انا مش شايفه اي داعي للي انتوا بتعملوه ده، ومفيش اي حاجه تستاهل، وانتوا اللي مكبرين الموضوع، ده دلع اصلا، تدلعوا. اقولك جيبيها فيهم، يعني لوميهم على المشاعر دي واستنكريها وحسسيهم بالذنب. انتوا ازاي تحسوا كده اصلا؟ انتوا انانيين على فكره وانجريتفل وما بيتمرش فيكم. انتوا مش عايزين ابقى مبسوطه؟ ده انا عشانكوا ياما شلت الطين وياما استحملت وياما شويه ايه ابتزاز عاطفي كده اورجانيك. ودي كانت طريقه متجربه ومضمونه لعمل كائنات غير سويه نفسيا، والف هنا على قلبنا كلنا، واحنا كلنا كمجتمع اللي بنلبسهم في الاخر. فمعلش، عشان احنا اتهرينا لما استوينا من اللي بنقابلهم في الحياه، نحكم العقل. أأمن حاجة للتعامل مع المشاعر إننا نسمعها باهتمام ونتفهمها. أيا كان نوع المشاعر لازم نسيبها تطلع بحرية ونديها الأمان من الجادجمنت والأحكام. المشاعر كلها صح، كلها حلوة، كلها مفيدة. ممكن تبقى مزعجة أو مؤلمة بس مش وحشة. مفيش حاجة اسمها مشاعر وحشة، هي ليها لازمة. التصرفات اللي ناتجة عن المشاعر دي هي اللي فيها كده، فنتكلم فيها بس في الوقت المناسب، مش وقت واحنا بنسمع. واحنا بنسمع يصح نكون مشغولين باننا نساعدهم يتعرفوا على مشاعرهم لو متلخبطين فيها، نعرفهم اسامي المشاعر دي لو لسه ما يعرفوهاش، نطمنهم ان مشاعرهم دي طبيعية ومقبولة وان احنا حاسين بيهم. يعني مثلا انا متفهمة جدا غضبك لان ما تحبش انه حد ياخد مكان باباك، وان انت حتى لما بتحس انه عمه فلان ده يعني لطيف وممكن تبقوا صحاب بتحس بالذنب. اللي انت بتمر بيه ده صعب، فانا حاسه بيك ومتفهمه جدا. وشكرا. ولا رفض لمشاعرهم ولا اديناهم حلول ولا بنسمع باهتمام للتنفيس، الفنتنج. لقينا بقى الموضوع اكبر من مشاعر محتاجه بس تنفس، وفي مشاكل فعلا محتاجه علاج، نفكر معاهم ونساعدهم بس ما نفكر لهمش وما نحل لهمش. ولو المشاكل دي تخص اطراف تانية نشجعهم ان هم يتكلموا مع الاطراف التانية دي، سواء كان مثلا الزوج او الزوجه او الاخوات الجداد. مكسوفين بقى قلقانين بتاع برضو متوقع، فاحنا نجيب بقى الاطراف التانية دي ونقعد كده ايه، نعمل قعده عرب. طبعا الكتاب ما قالش قعده عرب، بس انا بلوكالايز عادي. وبمناسبه قعده العرب بقى والخلافات وكده، في اي خلاف احنا بناخد صفهم. اكيد احنا لازم نحسسهم ان هم الاساس وهم الاصل، وان هم عندنا اهم من العلاقه الجديده دي بكمالياتها. بنت ينفع الراجل اللي انيكي الظهر والسند تخليه درجه تانية؟ الست اللي بتسكن اليها النور شرر تبدي حد عليها؟ ده اسمه كلام؟ طب ايه الرساله اللي بتوصلها لابنك او بنتك اللي في يوم من الايام هيبقوا ازواج؟ بتعلمهم ايه عن اهميه وقدسيه هذه العلاقه؟ وقد ايه ده هيفتح لهم باب ان هم يلعبوا بيكوا ويلعبوا عليكوا؟ صحي جدا لكل الاطراف على المدى القريب والبعيد اننا نعرف ولادنا ان العلاقه دي، العلاقه بالزوج او بالزوجه، علاقة مهمة جدا بالنسبة لنا وعلينا مسؤوليات ناحيتها وميثاق غليظ وكده، وإننا مدركين صعوبة الموقف عليهم ومتفهمين مشاعرهم ومتفهمين غضبهم، ومتأكدين إن إحنا قادرين مع الوقت نكون عيلة نلاقي فيها كلنا الدفء والدعم والحب اللي يقوينا على الحياة. مفيش بقى أي داعي لمنصة التتويج اللي بنوقف فيها الزوج أو الزوجة في المركز الثالث بعد والدتك والعيال والشغل والبلاي ستيشن والسكين كير روتين. كلها علاقات مهمة بالنسبة لنا من غير مراكز ومن غير ترتيب. آخر حاجة بقى، وأظن إنه أي حد بيقرأ الشابتر ده بيقرأ مخصوص عشان يوصل لها، قواعد البيت والتفاصيل واللوجيستات اليومية. في حساسية بتاعت إيه، اللي هو أنا مش قادر أفتح بقي لا يقولوا لي أنت مالك أنت مش أبويا، أو حتى تعبر في ذهنهم بتبقى مؤلمة، أو أنا مش قادرة أقفش عليهم لأنه في الآخر ده بيت أبوهم فماليش أوثوريتي عليهم. ليه بقى أنا قلت أوثوريتي هنا وما قلتش سلطة؟ عشان أعوج لساني وأبقى بنشي ناس وكده. لا المرة دي لا، المرة دي علشان احنا عندنا خلط كده ما بين كلمة سلطة والسلطوية والاستبداد، وده مش المعنى المقصود هنا، فمش زي قرب حتى. المقصود انه ماليش كلمة عليهم،
في وصمة كده مشهورة بيها قوي التربية الإيجابية، إنه الأب والأم ملهمش سلطة على الولاد ومفيش مقامات والعملية في السبهللة منه، وده مش حقيقي خالص. في التربية الإيجابية الأب والأم والقائمين بأعمالهم، ودي اللي تهمنا بقى في الحلقة دي، ليهم سلطة وليهم كلمة وسيطرة جدا على فكرة. الفرق بس إنه بيسمعوا وبيشاركوا الكل في اتخاذ القرارات. انما لو لزم الامر بياخدوا القرار غصب عن عين الكل، مش بالاقناع ولا براي الاغلبيه، بس بيشرحوا الاسباب من باب العلم بالشيء ومن باب يعني احترام عقولهم ووجودهم، يعني مش اكتر. في الحاله دي ما تفرقش بقى انت مامتهم ولا مرات ابوهم، لان هم بيبقوا شايفين فيكي سلطه بلا سلطويه، وده بيديهم احساس بالامان. وحتى لو قاوموا بيبقوا بيتستوا الليميتس كده، بيشوفوا لو ضغطوا عليكي هتليني وهتفوتي ولا انت قد السلطه دي وقد مسؤوليتها، فيطمنوا ويحسوا ان هم في ايد امينه. احتياجات وحدود كل فرد في قلب البيت مهمه، والكل صوته مسموع. فاللي بيضايقك كأب واللي بيتعبك كأم واللي بيحتاجه الأولاد، كل ده بيتحط على الترابيزة ويتناقش بهدف الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف. فمثلا كان في عيلة فيها 6 أبناء ما شاء الله، اللي هو الميكس بتاع من كل رجل وقبيلة. الأم اللي هي في نفس الوقت مرات الأب كانت ترجع من الشغل تلاقي البيت منكوت نكتة كبسة على تاجر مخدرات. الظاهر إن الموضوع ده كان بيضايق، ملهاش حق طبعا، بس في ناس كده طبعها غريب. طبعا في الاول كانت بتتخانق وتهدد وتزعق، والادوات السحريه بتاعتنا دي للمفاجاه ما جابتش نتيجه. قوم كتبت في الاجنده بتاعه الاجتماع الاسبوعي وقالت ايه تطرح المشكله دي للمناقشه. قالت لهم انا عارفه ان الكركبه ما بتضايقكوش وان دي مشكلتي، انا اللي عندي مشكله، فايديكم معايا بقى يعني تساعدوني نحل المشكله دي، لانه زي ما اتفقنا قبل كده ده بيتنا كلنا ومحتاجين كلنا نبقى قاعدين فيه مرتاحين. قعدوا بقى يفكروا مع بعضهم كده، طلعوا بفكره لطيفه جدا. قالوا احنا هنعمل بوكس ونحطه في الجراج ونكتب عليه سيفتي ديبوزيت بوكس، واي حد هيلاقي حاجه مرميه في الاماكن المشتركه زي المطبخ او غرفه المعيشه يحطها في البوكس ده، وصاحب الحاجه ياخدها بعدها باسبوع. وعشان هم اللي طلعوا بالفكره التزموا بالموضوع، لدرجه ان في واحد فضل اسبوع يروح المدرسه باللكلوب علشان الجزمه بتاعته كانت في سيفتي ديبوزيت بوكس. الكونسيستنسي في ابهى صورها. بغض النظر بقى عن موضوع الحلقه، انا عجبتني الفكره وانا خششت في دماغي جدا ورحت عرضتها على الولاد، بس هما طبعا حبوا يحطوا التاتش بتاعهم وما عجبهمش موضوع الجراج ده، فقالوا نحطها تحت البلكونه على اساس ايه اللي يلاقي حاجه يطوع نشطر ترفيه. طبعا ما كتبناش عليه سيفتي ديبوزيت بوكس لانه بيع حكم بقى. خد بالك من افعالك هتلف لفه وراجعه لك، طالعه مستوره وراجعه مجبوره، بيب بيب اللقى نصيب، شطه شط خفيفه كده في السنبله تمسكا منا بتراسنا. فاي حد عنده اي مشكله كبير او صغير علينا وعلى الفاميلي ميتنج، وبعدين بنطلع من الميتنج بفايبس كده وحده وترابط. لانه لو شفتوا الحلقه بتاعت ازاي بنعمل فاميلي ميتنج هتعرفوا ليه، لانه في فقرات بوندنج كده في الفاميلي ميتنج الستاب فاميليز احوج ما يكونوا ليها. انقر اللينك لو انت على اليوتيوب، ولو على الفيسبوك هسيب لكم برضو لينك الحلقه في اول تعليق. وبمناسبه البلاتفورمز، البيج بتاعت الانستجرام هي اللي عليها ترشيحات الكتب والكومينج اب الكتب اللي بنحضر لها والكيو ان اي وكده، عشان عليها الهايلايتس. في اوبشن اسمه هايلايتس، طبعا ما كنتش عارفه عنه حاجه بس ولاد الحلال دلوني بين قوسين فوزي زميلنا الجديد. فهسيب لكم برضو لينك البيج بتاعت الانستجرام في اول تعليق. وجود لك.